تقولي شاء الله اسمك؟ بإذن الله يا حبيبتي. لا مش ضروري المكالمة معلش. مذاعة على الهواء، موافقة بالإذاعة؟ اه تمام الحمد لله اتفضلي تمام. قوليلي، اتفضلي مشكلتك ايه؟ شوفي صلى على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هبدأ مشكلتي من صغيرة يعني، وأنا بطفولتي. أنا اتفضلي. بطفولتي أبويا توفى. يعني إحنا كنا قاعدين في الإمارات، مم. وأبويا توفى. أنا اتولدت في الكويت وبعد كده رحت على الإمارات. مم. تمام. أبويا توفى وأنا عندي سنتين. إحنا 6 بنات وثلاث أولاد. ما شاء الله. مم. تمام. وأمي جت أمي اتجوزت تاني وخلفت كمان بنتين وولد من من زوجها آه، الجديد. اه. تمام. قعدنا وبعد كده لما جينا، احنا اصلا من القاهره اصلا. الام والاب من القاهره، وحتى مم. جوز الام من القاهره. تمام. بعد مم. ما تمت ال10 سنين نزلنا على القاهره في امبابه. مم. تمام. جه بعد كده في راجل كبير، يعني كبير من الامارات. الراجل دوت كان عنده 40 سنه وكان عندي 12 سنه. انا ما كملتش دراستي طبعا، انا طالعه من ثالثه ابتدائي. مم. تمام. جه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا عليه حبيبي أفضل يا الصلاة سيدنا والسلام. محمد. جه بعد كده جوزني الراجل الكبير دوت. يا دوب الراجل الكبير ده دفع 80,000 جنيه مين اللي وجوزني ليه اتجوزك؟ عرفي. جوز أمي جوزني للراجل الكبير كان ده. عندك كام سنة ساعتها؟ 12 سنة. يا الله. جوزولك بعقد تمام. عرفي؟ بعقد عرفي، وأمي كانت اه. وكيلتي. اه. تمام. وبعد كده ما جيت أنا على طول ولدت، جبت أول ولد وبعد كده البت. وتميت ال مم. 17 سنة. أنا كان ضرب بقى وإهانة وقلة أدب، وأروح عند أمي تطردني، أروح عند إخواتي يطردوني، أروح عند جوز أمي وما كنتش يطردني. بتسجلي اتبهدلت طبعا، ما خالص. سجلتيش الأولاد؟ لا ما سجلتش الأولاد. اه. سجلتهم لما تميت ال 17 سنة، طلعت البطاقة بتاعتي مم. وسجلت العيال. أنا ما سبتش العيال، رحت عملت سائق قيد ليهم هما الاثنين، وعملت لهم الشهاد وكل حاجة. تمام. جه مم. تاني يوم خد العيال مني ومشي. ما شفتش العيال تاني. كان عندك ساعتها 17 سنة؟ 17 سنة يا دوب. رحت سجلنا العيال بالليل كده وما وسجلتيهم فيش ازاي؟ كان انت أي كتبتي حاجة. كتبتي رسمي؟ كتبت رسمي وبعد كده سجلت اه. العيال. اه. تمام. عملت لهم سائط قيد هما الاثنين وتسجلوا الحمد لله رب مم. العالمين. تمام. مم. بعد كده جه يا دوب صحيت من النوم ما لقيتش اي هو حاجه، ما هو لقيتش جوزك عيال ده ولا كان لقيت اي مصري حاجه. ولا كان جنسيته مش مصري؟ لا ما كانش لا مصري. اماراتي اه. اماراتي. مم. كان اماراتي. خد العيال وفص ملح ودب. ما شفتهم، ما لقيتهمش ولا شفتهم. كنت بدور عليهم مم. ولفيت الدنيا عليهم، ورحت ملاجئ ورحت الدنيا، ورحت لجوز امي يقول لي انا مش عارف حاجه ومش عارف ايه. المهم عرفت مم. اتطلق منه عشان هو اجنبي. مم. اتطلقت منه في محكمه اللازوغلي. مم. مم. تمام. وبعد كده قعدت 4 سنين مع جوز امي. اشيل جوز امي واشيل عياله واشيل واتبهدل شويه، ويرموني في الشارع شويه، وانام في الجناين واخواتك شويه. البنات الكتير كان بيحصل معاهم و- زيك؟ وكل واحده بدماغها يعني. واحده اتجوزت وطلعت الحمد لله يعني، رجالتهم كويسه. في من ضمن اخواتي كمان فيهم منهم 3 مطلقين ومتجوزين تاني، بس عيالهم معاهم. مم. مم. تمام. بعد ما تميت ال21 سنة جوز أمي جوزني واحد تاني. مم. تمام. الواحد التاني ده خلفت منه بنت وخد البت ومشي برضه بعد 4 سنين. برضو؟ إيه الصدفة الغريبة دي؟ اه يعني أنا مش عارفة والله العظيم قسما بالله. هو برضه من الراجل دوت من الإمارات برضه. خد الورق، خد البت وخد بعضه ومشي، ولا شفته. كنا بس بيننا وبين بعض زعل جامد، ضرب وشتيمة وحبس، وكان بيشك في صوابع رجليه. مم. يعني الأولاني جيت خد بعد الواد والبت وما تعرفيش عنهم حاجة لدلوقتي؟ لدلوقتي ما اعرفش عنهم اي حاجه. اه، والتاني خد انا عندي البنت ومشي؟ 35 او خد البت ومشي. ما اعرفش عنهم اي انت حاجه، كام سنة اي حاجه ما دلوقتي؟ اعرفش. انا عندي 35 سنه انت لسه صغيرة. لسه. مم. نصيب الحمد لله. المهم جيت بعد كده قعدت مع جوز امي تاني، ورحت عند اخواتي لكن انت واللي اختي يعني بتكشف. لما اتطلقتي اول مرة، ازاي قدرتي وانت عندك 21 سنة تسمعي كلام جوز امك تاني وتوافقي بواحد برضو مش من بلدك وتتجوزيه
يعني لو بقول لك انا على الفطره، يعني انا يعوذ من كلمه انا غلبانه جدا، ومش عارفه من كتر غلبتي هبله كده، ما بعرفش اي حاجه. امي ما كان امي لما كنت مع جوز امي كان هم، يعني انا شكلي اسمر شويه، يعني هم كانوا بيعايروني على اللون حتى، كانوا بيعاملوني معامله زي الخدامه في بيتهم، في البيت حتى مع طب هو اخواتي. باعك انت بس، ما باعش حد من اخواتك وقبض الثمن برضو؟ انت بتقولي قبض لا لا فيكي في الجوازه الاولى احلى 80,000. احلى حاجه ان اخواتي كل واحده راحت بدماغها وعرفت تتصرف. يعني اشمعنى انت اللي بس انا قدر كنت يسيطر على دماغك قوي كده؟ عشان انا بحب امي جدا الله يرحمها، ما اه كنتش بعرف افرط فيها ولا كنت بعرف اسيبها يعني وما وكنت قدرش، تحت انت رجليها بتقولي 24 ساعه. انتوا 6 بنات، ما قدرش يسيطر على واحده فيكوا تاني غيرك؟ لا عشان في 3 اصلا متجوزين في الامارات، في امم 3 متجوزين في الامارات اصلا. تمام، انا امم الوسطانيه خالص، يعني في واحده اصغر مني، بس في انا الوسطانيه خالص منهم يعني. امم تمام، طيب تميت ال وصلنا، 28. وصلتي انك انت مع خد البيت التاني، هو كمان التاني وطفش، ما تعرفيش عنه حاجه؟ وطفش، مش انا ما اعرفش عنه حاجه، بعت لي ورقه الطلاق وكنت بقالك معاه كام سنه؟ ومع واحد 7؟ صاحبه كمان. 6 سنين بالظبط. تمام، يعني اتطلقتي منه عندك تقريبا 28 سنه. ايوه 28 سنه، يعني لا على 26 كده. تمام. اه قعدت اخدم باخواتي واروح عند اخوتي دي واروح عند دي، انا ما اعرفش امشي بالحرام يا مدام مروه خالص، وبحب ربنا جدا. يعني انا متدينه جدا جدا، انا ما بعرفش اروح ولا اجي، وبخاف من الشوارع، بخاف من الناس، بخاف من ساعه اللي حصل لي، بخاف من حاجات كتير. بقى لي عقده في كده مش عارفه. المهم اللهم صل وسلم وبارك عليه على افضل سيدنا الصلاه محمد. قعدت والسلام. مع اخويا وجي واحد عند اخويا قال له دي اختك ومش دي اختك. المهم دخل في كده قال لي ايه، ما تتجوزي وتعملي بدل تقعدي هنا، خلاص انت انا تقلت منك كفايه. ومراته كانت كل يوم اختك اختك اختك، تعبت من الكلام ده خالص. فده كان صاحب قلت اخوكي؟ كان صاحب اخويا. اه، وكان قدك في السن؟ لا كان، انا كنت اكبر منه ب3 سنين كده، عشان على امم 29 سنه كده. امم تمام. اتجوزت اتجوزت وقعدت معاه، اتجوزنا وما فيش اي مشاكل، بس قعدنا بقى 10 سنين ولا 10 سنين بالظبط اهانه وضرب، وضرب بالمواسير وبالمطوه ومش عارفه ايه. كان برضو؟ بيسكر يعني ده برضه. الراجل التالت؟ التالت كان بيسكر ومطلع ميتيني وسكر، ويجي اخر الليل يضربني ضرب جامد، ولازم اقعد له عبال ما يجي بالليل، وضرب ضرب ضرب ضرب. اروح عند اختي تقول لي ما انا ماليش، وجبت 3 عيال. جبتي يعني 3 عيال؟ جبت بنتين جبت بنتين ورا بعضيهم. انا كنت والله العظيم انا كنت باخد الحقنه، والله العظيم انا كنت باخد حقن. يعني في الثالث ده انا كنت باخد حقن، مش عايزه حمل، يا سبحان الله يعني. وجبتي ربنا بنتين؟ اداني بنتين فوق بعض. امم يعني بنتين انا ما لحقتش حتى، انا كنت بنتين فوق بعض، انا ما اعرفش ازاي والله العظيم قسما بالله. وعشت معاه ومش عارفه. وبعد كده بقى جبت الولد بعد كده. تمام، الولد يا دوب تم ال7 شهور، خلاص اتطلقت منه 3 مرة. وخد عيال ولا سابهم لك؟ شوفي انا اللي اديته البنتين وسبت اخدت الولد. انا خدت عشان البنتين كانوا المفروض يخشوا واحده في اولى واحده في ثانيه، وانا مش معايا، مش مستطاعه يعني ابهدلهم يعني انت معايا. عدد ولادك 2 وواحده وثلاثه؟ 6، عدد 6. ولادي 6. تمام، وخدت الولد ربيته معايا الولد ومش عارفه ايه والكلام دوت، ونزلت في مرسى علم بقيت واشمعنى الولد؟ اشتغل. الولد عشان صغير ولسه كنت برضعه، ما ينفعش. على قد ما اقدر رحت اشتغلت بيبي سيتر عند ناس مع واكيد الولد البنات برضو برضو كان. البنات كانوا كام سنه؟ 6 سنين و7 سنين، في واحده في اولى واحده في ثانيه. وانا ما اقدرش، انا ما ضيعش مدارس العيال ولا ضيع، انا مش معايا، بس هو معاه ممكن يقدر يدفع. هم فسبتيهم قعدوا معايا ايوه ورحتي هم مرسى قعدوا معايا علم؟ 3 شهور. ورحت مرسى علم، قعدت شويه في مرسى علم، اشتغلت كوافيره، وبعد الكوافيره ما عرفتش عشان انا كان معايا ابن صغير على دراعي. رحت بعد كده اشتغلت بيبي سيتر، ومن بيبي سيتر كلمت اختي اللي في الكويت، قسما بالله وحياة اللي في الامارات، قسما بالله اختي قالت لي تعالي وانا شغال، شوفي انا مش عايزه حاجه، انا عايزه واحده خدامه في البيت عندي. قالتها لك كده؟ قالتها لي على اه. طول. عايزه واحده تساعدني في البيت وتعمل طبيخ وتعمل مش عارفه ايه. المهم رحت لها، سافرت رحت لها الامارات، قعدت يا دوب شهرين، ورتني الويل هي وعيالها.
وريتني الويل وسواد الليل. بهدلوني جامد. وبعد كده يعني مش عارفه عيت وتعبت. وبعد كده قالت لي انت مالكيش حاجه عندي، بعد شهرين عايزه اجي مصر هنا، ولا قالت لي انت مالكيش حاجه عندي، انت تعبت، انا على قد تعبك انا جبت لك علاج بالمرتب بتاعي، مالكيش مرتبات عندي. ونزلت مصر، جيت هنا برضه اتبهدلت وقعدت شويه بابني وكنت ومش اتطلقتي عارفه رسمي ايه. ولا لسه؟ طلقت رسمي. اه. اتطلقت رسمي من ساعه ما خد البنات وانا متطلقه رسمي. امم. المهم رجعت مرسى علم تاني واشتغلت كوفير ومش عارفه ايه. وبعد كده ايه يعني في واحد ربنا كرمني بيه رابع مره اتجوزتي؟ اتجوزت. امم. بس انا اللي اختياري ده مش اختيار حد بقى. طب حلو. احنا بقالنا 5 سنين مع بعض، قسما بالله يا مدام مروه مش عارفه اقول لك ايه. يعني لو طار نجمه من السماء يديها لي. سبحان الله. اصغر مني ب5 سنين. اه. بيتمنى لي الرضا أرضه، بيتمنى لي، وحماتي وحمايا كويسين جدا الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله طب الحمد حلو، لله. وبيعامل ابنك كويس؟ ابني رباه لحد 5 سنين، وبصراحة نزلته في وسط ما أنا كل شهر بنزل بشوف عيالي في اه. إمبابة. اه. ما بسيبش بناتي، أنا ما سبتهمش، كل شهر انهي وكل بنات يوم فيهم، بكلمه. الاخار ولا الاولانيين؟ الأخار اه. الأولانيين اه. أنا ما أعرفش عنهم أي حاجة، اه. أي حاجة ما اه. أعرفش عنهم. امم. تمام. امم. بقيت اتابع البنات وانزل لهم كل شهر، يا ربنا يكرمني بقى في مرسى علم مش عارفه ايه في الكوافير انزل لهم، اروح اجي بس نزلت ونزلت الولد قلت له وديتي لازم. الولد يبقى مع اخواته؟ لازم يتربى في وسط اخواته، عشان انا لو ربيته وهم اتربوا في ناحيه تانية هيبقوا يعني قاسيين بس على انت بعض بعد ما قدرتي تاخدي يكبروا. القرار ده، يعني انت مالكيش انت ما شاء الله عندك 6 عيال، بس للاسف كلهم متفرقين، واكيد ده اللي كان باقي. قدرتي تاخدي قرار كده صارم، انا هاخدك وانزلك وتعيش في وسط اخواتك وانا هرجع مرسى علم؟ ايوه تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان انا عشت مع جوز صعب، طب ما عشان انت انا شفت بتقولي ان المر. جوزك كان بيعامله كويس. هو كان بعمل، بس انا عايزه يتربى مع اخواته، يتربى مع اخواته يبقى عزوه، مش يبقى زيي. انا ماليش حد، ولا لي عم ولا خال ولا اب ولا ام وهو ولا اي قدر حد. يستوعب وجهة نظرك دي وهو لسه طفل؟ ايوه، وبيكلمني في التليفون يقول لي يا ماما خلي بالك من نفسك. وانا عارفه والله العظيم يا مدام مروه، انا لو كنت مقتدره ان اعيش ال3 ويبقوا معايا ما كنتش طب اتاخرت. انت بتبكي على ال3؟ ما في 3 قبلهم ضايعين. ما 3 بس ما كنت بصراحة مش عارفة أقول لك إيه. كانوا مش ما كنتش يعني تعرفي يعني عشان من حياتنا هناك الدنيا مقفولة علينا. أنا ما كنتش عارفة الحياة كويسة، لدرجة لما جم ما كنتش حساهم إنهم جايين. يعني طفلة واحدة، أنا كنت عندي 13 سنة وأنا بولد أول عيل. اه، فانت مش حاسه ان هم ولادك اصلا، يعني كنت مش لسه حاسة صغيره؟ بصراحة. كنت صغيرة جدا وشوفي متبهدلة ومش عارفة ايه جواز وايه مش عارفة. طيب تعرفي والله العظيم، قولي لي. والله العظيم قسما بالله، الجزء الاولاني كان بياخدني من الشارع، كنت بلعب مع كنت العيال في لا. الشارع. كان حسبي الله ونعم الوكيل في اللي جوزك. حسبي الله ونعم. جوز امك ده في ظلموني. بينك وبينه اي تعامل دلوقتي؟ مفيش مفيش من ساعة ما أمي توفت. أنا كان ليا أمي وخلاص الله يرحمها، من ساعة متهيألي ما الراجل ده توفت انت مش عمرك عايزة ما حد. هتسامحيه. عمري 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 ما سامح اي واحده ظلمتني. اخواتي كلهم ظلموني وجم عليا ولسه بيجوا عليا تاني. انا مش عارفه عايزين مني طيب ايه. انت دلوقتي متجوزه راجل الزوج الرابع، وانت بتقولي بيعاملني كويس هو واهله. الحمد لله فين الحمد لله. المشكله؟ بتمنى. المشكله انا عايزه اخواتي دلوقتي قاعدين يقولوا لي ارجعي للاولاني. عايزينك عيالك انت تتطلقي ظلمت من عيالك. رابع وترجعي الرقم ال3 ولا 2؟ 3. 3. لا 3. اه. 3. اه. تمام. انت ما خلفتيش منه والله. ربنا مش هيديكي عيال عشان ده ذنب عيالك اللي رميتيهم. وانت انا بتسعي في رميت بايه؟ خلفه عشانه؟ انا ما بسعاش بخلفه. هو انا ما هو عنده بسعاش. كان هو متجوز قبلك؟ لا خالص. هو اصغر منه، هو عنده 30 سنه وانا عندي 35 سنه يا مدام اه. مروه. اه. اه. فهو ماشي، هو اللي اكيد عايز بيسعى انا يبقى ما عنده ولاد. بسعاش.
نفسه بيتمنى من عند ربنا، وبيتمنى لي الرضا ارضى ومش عارفه اقول لك، واي فلوس بشتغلها يقول لي دي لعيالك، انا ماليش دعوه بيها، دي لعيالك. هو على قد ما اقولكيش، ما اكدبش على حضرتك، هو على قد الشهر يا دوب بيمشي ايجاره وبيمشي معانا الدنيا. انا كنت نفسي افتح كوافير، بس بقول ربنا يسهلها قدام شويه طيب لعيالي مش هما لحد تاني. دلوقتي بيقولوا لك اتطلقي منه طالما ما خلفتيش منه، وارجعي لابو عيالك عشان تبقي اه في وسط الثلاث عيال. وابو عيالي اتجوز تاني ورايا اصلا، تمام، وخلف وطلق التانيه اللي بعديه على طول. لا وحتى لو ما اتجوزت، هو انت مش متطلقه منه عشان عندك اسباب؟ ايوه طبعا. وانه كان ايوه بيضربك طبعا وبيهينك والله. ايوه. وبيبرمطك؟ ايوه والله. يبقى ايوه الموضوع والله. منتهي. مفيش حاجه، احنا ما بنبدلش شرابات. مفيش حاجه اسمها اتطلقي من اللي موجود وارجعي لابو العيال عشان تبقي مع العيال. طب ما انت كنت مع ابو العيال، كان عليكي بايه بقى؟ ما انت اكيد وصل قرار الطلاق، والست ما بتاخدش قرار الطلاق الا لما يحصل لها حاله من النفاض بيها وجابت اخرها وما بقاش عندها قوه احتمال. فطالما انت جبتي اخرك وفقدتي سيطرتك على ان انت تستمري، مش قادره تستمري. ما هو ربنا قال لنا ايه؟ المفروض لا نعاشر بعض بالمعروف، لا تسرحوا باحسان، لا تعاشرهن بالمعروف لا تسرحوا باحسان. طيب هو ما تعاشرش بالمعروف، فانت سبتيه وضحيتي بالبنتين، واكيد ده احساس ما كانش سهل عليك انك تضحي بالبنتين. دلوقتي مش سهل يا مدام مروان. وبعد كده الولد كان معاكي وجي وقت ورجعتيه، جايين دلوقتي يقولوا لك لا اتطلقي وارجعي له. طب ما انت هترجعي له وبعدين هيجوا يشيلوا عنك الضرب، هيجوا يشيلوا عنك الاهانه. انا مش هقول لك واضحك عليكي ان انت اتظلمتي وظلمتي. اتظلمتي لما اترميتي عيال عندك 12 سنه واتبعتي بالرخيص. اتظلمتي لما جبتي عيال من ناس انت مش عارفه وجودك معاهم هيبقى لمده قد ايه، وانت هتستقري ولا لا. اتظلمتي لانك اكيد اكتشفتي عيوبهم، ورغم ذلك جبتي بدل العيل 2، واكن الخلفه سهله وبسيطه. فانت ظلمتي، وكل عيل جه في الدنيا واتحرم من حضنك انت هتسالي على ده، هتسالي. لان في الاخر العيال دي كانت عايزه تستقر، عايزه لما حد يضايقه في المدرسه يجري يترمي في حضنك يقول لك حد ضايقني تعالي دافع عني. والام هي جيش البني ادم العظيم، هي جيشه الوحيد وجيشه العظيم. فانت ظلمتي. لكن ده معناه ان انا اكون متجوزه ومستقره وراجل ما صدقت لقيت راجل بيطبطب وبيحن عليا لا اروح اتطلق عشان ارجع لابو عيالي؟ مش هو ده اللي مش هيعدل الميله. ما انا لو اتطلقت ورجعت لابو العيال هو مش هيتغير، هيضربني وهيهني وهيبهدلني وهيخليني مش طايقه العيشه ولا طايقه نفسي. فيبقى الحل خلاص، قدر الله ما شاء فعل. ربنا اراد ان انت تتزوجي من فلان الفلاني وليكي عيش وملح في بيته ومعاه، صوني العيش والملح. وهو كمان مفروض ان هو بيعاملك بما يرضي الله، بس بري عيالك، بريهم طول الوقت واسالي عليهم طول الوقت، واللي في مقدرتك اعمله لهم واعرفي مشاكلهم، واعملي لك يوم 2 3 في الاسبوع تشوفيهم. لكن فكره ان انا اتطلق عشان ارجع للقديم، طب ما هو القديم اصلا كان موجود، ما نفعش ليه؟ لما اتطلق هينفع؟ ممكن افهم بقى ان انت وجوزك الرابع ده انفصلتوا لاي سبب، والعيال اثروا عليكي وضغطوا عليكي وقالوا لك يا ماما عشان خاطرنا ما تحاولي تاني، عشان خاطرنا جربي مع بابا، فانت اتاثرتي ورجعتي. لكن انا اتطلق من راجل انا على ذمته دلوقتي عشان ارجع لراجل كان قبله، طب ما دي خيانه للراجل الحالي. ما دي خيانه ليه؟ هو زوجك بسنه الله ورسوله. طب تعالوا نعكس الايه، لو هو كان متزوج من واحده هينفع نقول له يلا طلق دي وارميها؟ طب انت ذنبك ايه؟ طب هو ذنبه ايه؟ هو اتعامل معاكي بما يرضي الله، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ واحد تعامل معاكي بطيبه وبرحمه اروح انا اقول له لا انا هتطلق منك عشان ارجع للقديم عشان العيال؟ ما انا لو بفكر في العيال ما كنتش اتطلقت اصلا، وكنت استحملت غلب ابو العيال. لو العيال عندي رقم 1 كنت استحملت غلب ابو العيال. لكن مش بعد ما اتطلق منه واروح اتجوز من الاخر ارجع اقول ايه؟ طب ارجع له. ما ينفعش. ربنا كتب تتجوزي مين وامتى وفين. ما ينفعش نتناقش في امر رباني، والجواز رزق، وربنا اراد برزقك يكون في الراجل ده في الميعاد الفلاني في الوقت الفلاني، رغم ان انت اكبر منه ب5 سنين، لكن سعيده وراضيه وبتقولي بيعاملني كويس وبيعامل اهلي كويس. تأني بس في امر الخلفه، وتبقي متاكده 100% انه انسان بجد،
وتبقي متاكده مليون في الميه ان عمره ما هيمنعك من ولادك وانه هيخليكي بره بيهم. خليكي متاكده من النقاط دي، عشان هو اكيد عايز يخلف، وهو اكيد من حقه انه يخلف لانه ما خلفش قبل كده. لكن اتأني من تفاصيل مهمه، وخلي ولادك يجولك زيارات ويقعدوا معاكي، وشوفي اداؤه هيكون ايه، هيقبل بده ولا هيتغير ولا هيبهدلك ولا يقولك انا مش ملزم انا ماليش دعوه. شوفي هيحصل ايه. ومش قادره اصدق انك اتجوزتي 4 مرات وما زلتي عمرك 35 سنه، لان حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رماكي بدري وانت عندك 12 سنه. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يهدي لك حالك. قربي من ربنا، قربي من ربنا قد ما تقدري. انت مش محتاجه اي حد غير ربنا وايد ربنا وطبطبه ربنا عليكي، عشان ربنا ينجدك من اللي انت فيه وينجدك من شر اخواتك ويجعلك بره باولادك ويلم شملك مع اولادك اللي كل واحد في مكان، وقادر ربنا يلم الشمل باذن الله. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.